ما هي طير الأبابيل؟ طير الأبابيل هو الاسم الذي أطلقه الله سبحانه وتعالى على الطير التي أرسلها بالحجارة لترمي أبرهة الحبشي وجنده بحجارة من النار جزاء لهم على لسعيهم في هدم الكعبة المشرفة. وقد تعددت تفسيرات علماء التفسير لمعنى الطير الأبابيل، وذهب معظمهم إلى أنها الطير الكثيرة الأعداد التي تأتي جماعات بحيث يتبع بعضها بعضا. ذكر المفسرون في وصفها أنها طيور بيضاء لها مناقير، وكان مجيئها عند الحادثة من قبل البحر، وكان كل طير منها يحمل 3 أحجار 2 في رجليه و1 في منقاره. وقد اختلفت الروايات حول وصف تلك الطيور، فالبعض قال بأنها طيور لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب، ورؤوسها كرؤوس السباع. أما ألوانها فهي تتعدد بين الأسود والأبيض والأخضر، وتمتلك مناقير صفراء اللون، ومنهم من اعتبرها الخطاطيف.